في زمن الفراعنة كان هناك مهندس شاب يدعى إحيان. كان إحيان يتميز بعبقرية تفوقت حتى على أكثر المهندسين خبرة في عصره، وكان يتمتع ببشرة فاتحة وشعر طويل ينسدل على كتفيه. ارتبط اسمه منذ صغره بالأعمال المعمارية العظيمة، وبرز كشخصية محورية في فريق الفراعنة المكلف ببناء المعابد والأهرامات. كان إحيان محبا للرسم، ودائما تجده منهمكا في الرسم على ورق البردي. يخطط وينظم أفكاره لصنع عجائب تعجز العصر الحديث عن تقليدها باستخدام أدواتها المتطورة. حوله كانت نماذج المباني الفرعونية تملأ المكان مشيرة إلى أفكاره المبتكرة. وفي أحد الأيام اجتمع إحيان مع فريقه للتخطيط لبناء هرم جديد، وقرر أن يبتكر نظام بناء يعتمد على ما يوفره له النيل من قوة. استند إحيان إلى معرفة الفراعنة العميقة بالفلك والهندسة لتحديد موقع الأساسات بدقة بحيث يتوافق مع اتجاهات النجوم لتزيد الهرم بريقاً أكبر في الليل. شرح إحيان لفريقه طريقة بناء جديدة لا تحتاج المعدات الحديثة، بل تعتمد بالكامل على الطاقة البشرية. وضع نموذجاً مصغراً وتوجه إلى الفريق قائلاً: سنستخدم الألواح الخشبية والمنصات الحجرية لتحريك الأحجار الضخمة. سيتم وضع الرافعات المصنوعة من جذوع الأشجار الثقيلة لرفع الأحجار واحداً تلو الآخر. وسط دهشة الجميع، بدأ العمل وفقاً لخطة إحيان، وتمكن الفريق من رفع الأحجار بطريقة سلسة، وكأن قوى غامضة تحركهم. استمروا بالعمل لعدة سنوات بتفان وبراعة إلى أن تمكنوا من إتمام بناء هرم شامخ لم تشهد مصر نظيره من قبل، ليمثل شاهداً على إبداع الفراعنة وعبقرية إحيان. وقف إحيان في نهاية اليوم وقد أحيط به المعماريون والعمال، فوقف أمام الهرم بمزيج من الفخر والامتنان.